وعملنا تشخيص انه الدوله لابد انها تصالح الشعب فيما يتعلق بالثروات البتروليه، نحكم من منطلق سياسي، لكن في اعتقادي استاذ صافي انه الدوله التونسيه ملزمه بنظام عالمي، نظام البنك الدولي، بنظام سياسي عالمي، لابد انه يبقى شيء من حفظ ماء الوجه للسياسات الخارجيه، ربما هنا فما شركات بتروليه ماضيه عقود مع الدوله التونسيه في الجانب هذا. حبيبي أنا نعرف هذه اللغة، هذه لغة السياسيين، لغة الارتهان، أنا نعرفها. كل الدول الماضية عقود، في دائما مراجعات للعقود، والحكومات السابقة التي هي وقعت أنا لا تلزمني حتى ولو كانت مع جهات دولية، ثم هذه عقود تسويقية، عقود تجارية ممكن تراجع، وكثير من الدول راجعت عقودها وعوضت ما يجب أن تعويضه وأخذت ما يجب أخذه كحقوق. لا هو يقول ولذلك هي مسألة سياسية، المسألة السياسية طبعا كتاب ده أنت لكن في الاقتصاد ككل طبعا احنا هذا البلد اقتصاده مرتهن الآن للتداين. أنتوا ليش يا حبيبي احنا رانا نحكوا على عالم، احنا ننقل لغة بعض السياسيين. ثم تجارب خاضها العالم كلها وسبقونا فيها، والناس راهو يتعلموا من بعضهم وموجوده في الكتب هذه، ومش نجيب فيه من دماغي انا ولا من دارنا ولا يعني خيار كوريا الشماليه الان ننعزل ونعلن تأمين وننفصل عن البنك الدولي وعلى القروض. الجزائر امام النفط عزلوها، نيجيريا امام النفط عزلوها. لكن شو اللغه اللي تتكلموا بها؟ لغه العجائز والعجزه. شو هاللغه هذه؟ انت تطالب لماذا اممت المزارع المعمرين؟ لماذا أجليت المعسكرات والقواعد العسكرية؟ لماذا أنت تقول أنا عندي استقلال؟ لماذا ترفع في العلم؟ البلاد لازم تملك بحرها وفضاءها وثرواتها. هذه الدولة هذه عاجزة. إذا أنا واخذ قرض، شو جاب قرض في كذا؟ أنا مرات نجيب قرض مشان نأمم النفط أيضا، وتنجم تجيب قرض مشان تنجم النفط، تأمم النفط، وثم دول أخرى، وثم أطراف أخرى، وثم سياسات أخرى. أنت شفت حكومة في هذه تونس تتكلم على انه الصين، تتكلم على روسيا، تتكلم على البرازيل، تتكلم على ماليزيا، على اندونيسيا، هذا العالم كله بالنسبه لي مش موجود. بينما هذا هو العالم الجديد. هذاك علاش نسألك على الدبلوماسيه التونسيه. هم ماسكين لي فرنسا فلست افريقيا، وفرنسا وبلجيكا وكذا هم فلسوا افريقيا، ومش ماشي يعني في تونس تو يحترموها ولا يحبوها ولا هي عامله ثوره. هي كله كلام هذا نتاع الشوكولا يا رجل. هذا كي يجي الشمس يذوب ما يبقى فيه شيء. يا ودي انت قوم اولادكم يكفي من الكذب على الشعب، الاعلاميين والسياسيين اكبر كذابين على الشعب. لا في واحد يطلع لي يقول لي والله مرتبطين بعقود، يا نعرف روحي مرتبط بعقود، يا اخي مرتبط بعقود، انا متزوج نحب نطلق يا اخويا. لكن عندك قدره تطلق ولا ما تدفع ثمن. ما عندناش احنا النفقه في علاقه بالصندوق الدولي والشراكه مع الاتحاد الاوروبي موجود. سلم لي انا هذا الملف، انا نحله دوليا ومحليا واقليميا. سلم لي موجود، لكن موظفين تافهين ما عندهم ولا فكر ولا خيال ولا علاقات، وانا اعرف ماذا اتحدث. لكن لا نعيش طبقه سياسيه منتخبه من الشعب. المهندسين الجيدين التونسيين يخدموا كلهم برا، يجوا هنا يتكلموا يبخسوهم ويطردوهم وما يسمعوهمش وما يجدوش اماكنهم، لانهم موظفين عنده 20 و25 عام في الأنشطة النفطية وفي كذا، ياخذ في الرشاوي من شركات أجنبية وساكت على مصالح الشعب التونسي، والشعب التونسي يتخبط في الفقر ويمد في يديه ويتسول.